السلام عليكم البنيات اللي سولوني عندهم تساقط الشعر، كيطيح ليهم بنياتي الشعر، كتبدا تمشط كلشي كيبقى ليا في البروطه. شوفوا بنياتي، غادي جبت لكم واحد الوصفه زوينه ومجربه، غادي نديروها وغترحموا لي الوالدين عليها. غتجيبوا كاس ديال الجنجلان تصهدوه في المقله وطحنوه، وكاس ديال زريعه الكتان تا هي تصهدوها بوحدها وطحنوها بوحدها تصير غبره باش يبقى فيهم داك المفعول ديالهم. تشدوهم ديروهم في واحد الكاسرونه، تكبوا عليهم 2 كيسان ديال الزيت بحال كتعبروا. الاول تخويه فوق من داكشي المطحون، تاني وتعمروه زيت تاني وتخويه في واحد الكاسرونه، تخليوها تبدا تجالب بحال هكا وتحطوها تتبرد. الساعه اللي بردت ديروا شي قرعه ديال الدجاج وتخويو كلشي، تخويو كلشي ماشي على الزيت، كلشي تخويوه في القرعه وتسدوا عليها مزيان صافي، وتخليوها ديروها في واحد البلاصه اللي مدرقه واحد 4 ايام، وتبداو تدهنوا في شعركم بحال هكا دهنوا فيه. وعاد لا تيبغيو يمشيو للحمام، يبقى ليكم 2 ساعات على الحمام، وتبداو تشقوا فيه هاد الزغب الرقيق كله، تشقوا ديزين تشقوا فيه شعركم كامل. بعد تشقوا تخلطوا ديك القرعه ديروا ليها بحال هكا باش تعود كلها تبان لكم مخلطه، وتشقوا شعركم وديروا واحد المويكه، وعاد ديروا الا بغيتو ديروا الشد ولا ديروا وتمشيو للحمام سلتوه. ما يبقاش وليداتي الشعر ديالكم البنيات يطيح ليكم خطره وحده. هذه راه مجربه، هذه انا كندير لبنياتي وبنياتي راه زوينه، هذه تبعوها وغادي تفكروني ما يبقاش عندكم تساقط الشعر والو. البنيات اللي كيطيح لهم الشعر ها الوصفه ديالكم فني، راه بنياتي غادي نتهناو من تساقط الشعر، وديروها مع بعضياتكم بنيتي، بارطاجيوها في سبيل الله، ثم تديو لاجر وتانا ندي معاكم. الله يرضي على بنياتي.